السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأحسن حال يا رب. انا بقى هبدأ معاكم الفيديو النهاردة بفطار فلاحي كده حلو بقى، ايه بس من الاخر يعني. انا رحت السوق، لقيت واحدة فلاحة، يعني عارفين انتوا بيبانوا كده ان دي الفلاحة الحاجة بتاعتها حلوة، ومش عارفة يعني انا بعرفهم بصراحة. لقيت بقى عندها الجبنة الفلاحي القديمة ديت، كان الكيلو ب60. وجبنة قريش، بصوا هو اتبقى 5 جنيه من الفلوس، فقلت لها هاتي خرطة جبنة قريش بيضة. وجبت نص كيلو عيش مرحرح ب15. هو العيش اصلا ب30، انا جبت نص كيلو بس ب15. وجبت نص كيلو جبنة ب30. وجبت بقى ايه، يعني انا كنت مديها 50 جنيه، اتبقى 5 جنيه. فقلت لها خلاص هاتي خرطة جبنة قريش. بصراحة العيش المرحرح ريحته وطعمه كانوا تحفة بصراحة. وجبت بقى كده معايا برضو شوية حاجات برضو من السوق، يعني عندنا السوق إلى حد ما يعني أسعاره كويسة عن هنا. تمام. انا بيني وبينكم انا بستغل ان انا اروح السوق، ان انا يعني اتمشى. لان انا عندي هنا كل حاجه جنبي، يعني عندي المحلات قريبه قوي من العماره اللي انا فيها. فانا بستغل السوق بصراحه، ان ايه الواحد يمشي رجليه، يعني منها رياضه برضو. وهو بنوفر يعني الحاجه في السوق برضو، يعني سعرها برضو يعني معقول شويه. بس النهارده بقى انا لقيت الطماطم، كان كيلو ونص ب10 وكيلو وربع ب10. يعني غليت. انا كنت لسه من يومين هناك، كانت الطماطم كانت ب5 جنيه. بس شكلها هترفع بقى، بس انا الحمد لله انا مأمنة نفسي، يعني انا كنت شايلة بقى في الفريزر تهيألي 4 اكياس طماطم. فطبعا انا كنت شايلهم لان انا عارفة ان الطماطم بيجي عليها وقت في اول الشتاء وبتغلى. فانا كنت شايلاهم بقى المحشي، اي حاجه تانية، اي مكرونه ولا اي طبيخ تاني. بصراحه انا بحب القوطه بتاعته تبقى فريش. لكن المحشي عادي انا باخد من القوطه المتفرزه من الفريزر، تمام. بس كده. فانا بقى ايه، جبت القرنبيطيه دي ب10 جنيه، وقطفتها كده، وقطعت بقى الحته اللي فوق اللي هي بتبقى عامله زي القشره اللي فيها دي، الوردات بتاعتها. وطبعا الراس ما ننساش الراس. قشرتها وقسمتها بين انا والولاد العيش اهو. ده كان بقيته. وده كيلو خيار بلدي، كنت جايباه ب5 جنيه. طبعا هنا بقى حاطه ميه للقرنبيط، فيها ملح وكمون وشويه اللهم صل على النبي، شويه توم، يعني ايه، يعني اسمى التوميه 2 كده. بس الميه تغلي بس، وهقوم حاطه بقى فيها القرنبيط. بالظبط تحسبي تلت ساعه على نار متوسطه. تلت ساعه على نار متوسطة ان شاء الله يكون استوى. والوردات لو مش كبيرة قوي، يعني ايه مش تاخد وقت. تمام. بس انا الوردات بتاعتي كانت كبيرة شوية، لان انا ما حبيتش ان انا اهدر منها. تمام. فقلت بقى هنا احضر بقى الخلطة وهو بيتسلق. انا حطيت طماطمية، وحطيت دول 3 بيضات، بس انا هزود بيضاية كمان. وهحط بقى دقيق، وهنحط توم، وهنحط بقى كل البهارات اللي عندكم. ملح، فلفل اسود، شوية من ال7 بهارات، شوية كزبرة، كل التوابل اللي انتوا بتحبوها. بس هو القرنبيط روحه البيض والكمون والثوم. وطبعا هنحط شويه لبن، انا هنا ضفت البضايه الزياده اللي قلتلكوا عليها. وهحط شويه بابريكا عشان يبقى لونه كده احمر وحلو. وحطي بقى كل التوابل اللي انتي بتحبيها. تمام. قلبيها كويس، وهنحط بقى عليها الخضره كلها، اللي هو الشبت والبقدونس والكزبره. ما تكتريش، لان الخضره بتغمق القرنبيط بيغمق من الخضره. فهما بس ايه عودين 3 كده من كل حاجه وبس ايه، يعني تديها بس ريحه. بصوا هنا كنت بوريكم الفرق بين الكزبره والبقدونس. اللي على الشمال ده البقدونس، الكزبره بتبقى عريضه شويه. تمام. وممكن تعرفيها من فوق برضه. يعني البقدونس من فوق، العيدان بتاعته بتبقى رفيعة اكتر من الكزبرة. وطبعا الشبت معروف. تمام. عايزه اقول لكم انا قبل كده كنت بجيب الخضره دي واتلخبطت وجبت كرفس بدل الكزبره. بس انا حسيت بقى حسيت بالطعم ان هي لا، دي مش كزبره، دي حاجه تانية. بس انا عرفت، يعني عرفت ان انا كده اتلخبطت وجبت كرفس. هو شبه الكزبره جدا يعني. تمام. بس كده احنا عندنا بقى القرنبيط، يعني سلطة البلدي بتاعتنا دي بقى ايه، طماطم وبصل وخيار وجزر، ليمون، بصوا كل حاجة بقى. طبعا انا كنت جايبة كمان الخيار البلدي، بقول لكم ده خيار بلدي اللي انا كنت وريته لكم في اول الفيديو. الكيلو ب5. تمام.
بس كده. وهنبشر بقى هنا شوية جزر كده عشان يسكروا، هنحط بقى عليها حوالي ربع كوباية خل وعصير ليمون وملح ابيض بس، وممكن تزوديها شوية مية صغيرة. لو زي حالتنا كده عندي هنا ادم لما بعمل السلطة لازم كوباية مية السلطة دي جنبها. فبقوم حاطه بقى ايه ربع كوبايه خل مع عصره الليمونه، وعليها حوالي ربع كوبايه من الميه. بتعمل بقى ايه، يعني انا بسيبها شويه بقى قبل ما بقلي وكده. بتكون هي بقى نزلت الميه بتاعتها، بتبقى طعمها حلو. تحطي بقى شويه بابريكا، حطي شويه سماق. طبعا انا عملت السلطه دي معاكم كتير قوي قبل كده. وطبعا هنحط شويه خضره بقى عشان ايه، يعني بما ان الخضره عندنا، يعني انا بحترم السلطه اللي فيها خضره بصراحه. الخضره والبصل، لما بتكون السلطه فيها خضره وبصل بتبقى تحس ان هي سلطه كده ايه، سلطه محترمه كده، يعني متقدره، يعني فاهميني. بس كده. فقلت بقى ايه اجي هنا بقى ايه اقلل القرنبيط. طبعا هو الزيت سخن بس مش مقدوح، يعني سخن بسيط. انا اختبرته بحته من العجينه هنا. انا هقلب بقى فيه بايديا بقى، طبعا ايديا نظيفه وزي الفل ما فيش فيها اي حاجه. انا مشيت يومي النهارده كده بالقرنبيط، يعني انا بمشي يوم كده ويوم كده، يومين كده ويوم كده. انتي مشي نفسك بقى بالموجود واللي على قد ايدك امشي بيه. الزمن اللي احنا فيه ده مش زمن رفاهيات خالص خالص. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا دايما بقول لمحمد كده، ادم بعيد عن العيا وعن التعب نقول الحمد لله. وحتى لو في تعب وفي عيا نقول الحمد لله. بس الحمد لله على كل حال طبعا. احمدوا ربنا كتير واستغفروا كتير وحوكلوا كتير، الحاجات دي كلها بتفرق. يا رب يجعل الايام كلها خير يا رب. بس كده. القرنبيط بقى طبعا انا حطيته، انتي كتري له بقى الزيت سنه صغيره كده عشان يتحمر كويس. وما تكتريش في الطاسه عشان يتحمر كويس من على الجوانب. وما تحركيش القرنبيط خالص غير لما تلاقيه اتحمر من تحت. تمام. بصوا هو كده بقى، انا طبعا حمرته بقى ايه على مهلي، قعدت اقلبه. وتطلعيه بقى في مصفى عشان ما يطراش ويصفي الزيت اللي فيه كويس. لو طلعتيه على منديل هيطرى وهيبقى شارب زيت كتير. وتقلبيها تخلي الوردية لتحت عشان لو فيها اي زيت من فوق داخل جواها، يعني ينزل في الطبق اللي انا حاطاه بقى من تحت المصفى. انا جربت حطيتها على منديل وجربت حطيتها على مصفى، لقيتها بصراحة على المصفى احلى بكتير. بتتصفى وبيفضل يعني ايه، مش فيه زيت كتير كده يحرق المعدة بقى ويتعب كده. بس كده طبعا. انا قليت طاسه دي كانت ليا انا والولاد، ومحمد بقى لما جه انا قليت له هو لوحده. احنا عندنا هنا القرنبيط عباره عن ايه بقى، عباره عن سندوتشات بصراحه كده. بعمل كل واحد بقى كده ايه سندوتش، بقلب الرغيف البلدي الحلو بتاعنا ده. انا كنت جايبه طبعا عيش من السوق وانا جايه. بقلبه لجوه. وبصوا القرنبيط طبعا سخن بقى، عايزه اقول لكم ريحه القرنبيط في البيت يعني شتا بصراحه يعني. انا قطعتها كده، طبعا بشيل العنقوده اللي فوق دي. بص سخن وجميل ازاي بصراحه، يعني ريحته بتدفي، يعني ريحته وشكله كده بيدفي. بحط بقى قرنبيط وبحط شويه سلطه وبحط شويه شطه وشويه ملح بكمون. يعني جايبه الملاحات اهي عشان احط. طبعا انا بعمل لكل واحد ساندوتش. لما يخلصوا اللي يعوز تاني بقوم عامله له، بس طبعا ده ما بيحصلش يعني. انا عندي ولادي بياكلوا واحد بالعافيه، مش بيبقوا قادرين يكملوه، بس انا بغصب عليهم بصراحه ان هم يخلصوه لان هو ده صغير اصلا يعني. بس كده. طبعا انا بوريكم هنا. انتي بقى حطيتيلي اللايك ولا لسه؟ يلا انزلي بسرعه حطيلي اللايك واشتركوا بقى عندي في القناه لو القناه عجبتكم، وبشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.